السلام عليكم. تخيلوا معايا نهار من ايام كأس العالم 2018، الملايين ديال الناس في العالم كامل كانوا مركزين مع مباراة مصر وروسيا. المقاهي عامرين، الشوارع هادئة والكل متبع الاحداث ماتش لحظة بلحظة. ولكن في وسط هذه الاجواء ديال الرياضيه كانت كاينه واحد الجريمه بشعه كتوقع في واحد الدار في مصر. جريمه صدمات الراي العام وخلت الناس كاملين ما مصدقين شكون هو القاتل. جريمه راحت ضحيتها ام بريئه وجوج بنات صغار، والصدمه الكبيره ان المتهم ما كانش شخص غريب ولا شي سارق مجهول، بل كان شخص قريب منهم وبشكل ما يتخيلوش الناس. شنو اللي وقع لداخل في هذا الدار؟ شنو السبب اللي خلى هذه الاسره تسالي بهذه الطريقه المأساويه؟ وكيفاش تحولت ليله كرويه كان الكل كيتابع فيها كاس العالم الى ليله سوداء ما غاديش ينساها بزاف الناس. خليكم معايا حتى الاخر باش نتعرفوا على هذه الجريمه، تفاصيل هذه القضيه الصادمه من البدايه حتى النهايه. قصه فيها الغدر والصدمه وقعت في مصر وخلات الناس كاملين مذهولين. القضيه ديال راجل قتل مرته وولاده بطريقه بشعه ما يتخيلها حتى واحد. قصه كتبدا نهار مباراه روسيا ومصر في كاس العالم في 2018. في ذاك النهار صالح كان كيتفرج في الماتش بشكل عادي، وفجاه توصل بمكالمه من عند اخت مرته هبه. كانت خايفه ومقلقه حيت حاولت تتصل باختها هبه وما كتجاوبهاش. صالح سمع الهضره وقطع التليفون بالزربه ومشى كيجري للدار باش يشوف شنو كاين. ولكن ملي وصل كانت الصدمه كبيره بزاف. لقى مرته هبه وبناته جنه وحبيبه مقتولين في وسط الدار. الخبر انتشر بسرعه وسط الجيران، وصالح بدا كيغوت وكيطلب النجده وهو مصدوم. الجيران هبطوا كيجريو وكلشي كيسول شنو واقع، واش الجيران تسموا، واش شي حد دخل الدار وقتلهم. دابا باش نفهموا القصه مزيان خاصنا نرجعوا شويه للور. صالح كان عنده 35 عام وساكن في بولاق دوكرور بمحافظه الجيزه في مصر. نهار تعرف على هبه اللي كان عندها 31 عام، عجبته بزاف وقرر يتزوج بها. تقدم ليها بشكل رسمي والعائلتين توافقوا وداز كل شيء بخير حتى تزوجوا. من بعد سنوات رزقهم الله بجوج بنات جنه وحبيبه. الاسره كانت باينه عاديه وسعيده وحياه دايره بشكل طبيعي. الجيران كاملين كانوا كيعرفوا هبه بالاخلاق ديالها الزوينه والمعامله الطيبه ديالها مع الناس. ولكن هذا الهدوء هذا كامل ما كانش غادي يدوم. فاش وصلت الشرطه لعين المكان بدات كتعاين الجثث بالتفصيل، ومن اول نظره لاحظوا حاجه خطيره خلاتهم يشكوا ان القضيه ماشي وفاه عاديه وماشي تسمم كيفاش كان البعض كيتوقع. هذا الاكتشاف غادي يقلب القضيه كامله راسا على عقب، وغادي يخلي المحققين يدخلوا في واحد الطريق ما كان حتى واحد متوقع. من بعد المعاينه الاولى بداو البوليس كيدقوا في التفاصيل الصغيره داخل الدار، وفاش قلبوا الجثه ديال هبه لاحظوا انه كاين الضرب في عينيها وفي عنقها، وزيد عندها خباشي في يديها. هاد الاثار كاملين كانوا كيدلوا على حاجه وحده، هبه حاولت تقاوم الشخص اللي تعدى عليها قبل ما تموت. وهنا سقط اول احتمال وهو التسمم، لان الانسان اللي كيتسمم ما كيكونش عنده اثار المقاومه بهذا الشكل. المحققين تاكدوا ان الجريمه كانت عنيفه وبان القاتل كان قريب من الضحايا. ومن بعد هذا الشيء هذه توجهوا البوليس لمراجعه الكاميرات المراقبه الموجوده في المنطقه، واثناء المشاهده بان لهم جوج النساء منقبات داخل العماره قبل وقت قصير من وقوع الجريمه. هذا المشهد هذا خلق حيرة كبيرة عند المحققين، لأنهم ظنوا في الأول باللي ممكن يكون عندهم علاقة بالقضية. ولكن ملي سولوا الجيران وسكان العمارة جاهم الجواب اللي غادي يعقد القضية أكثر. الجيران أكدوا أن هاد السيدات هادو كانوا جايين لزيارة دار أخرى داخل العمارة وما عندهم حتى شي علاقة بهبة ولا بناتها. يعني هذا الخيط هذا ما وصلهم حتى لشي نتيجة. وفي نفس الوقت بداو المحققين كيجمعوا المعلومات على حياة هبة والشخصية، قلبوا أي خلافات، أي مشكل، أي عداوه، ولكن ما لقاو والو. وحده من الجارات قالت باللي هبه كانت انسانه زوينه بزاف وكتعاون الناس باستمرار، وكانت كتبرع بالفلوس للاعمال الخيريه وعلاج المرضى. هاد السمعة الطيبة خلات المحققين يستبعدوا فرضية الانتقام أو العداوة الشخصية. وحدة من الجيران قالت وهي مصدومة كيفاش وقعت هاد الجريمة هادي في قلب الدار وحنا كاملين في العمارة وما سمعنا والو. إذا هبة قاومت القاتل كيفاش ما سمع حتى واحد هاد الصداع ديالهم؟ واش القاتل كان كيعرفهم وفتحت ليه الباب بنفسها، ولا واش الجريمة وقعت بطريقة مخططة بدقة كبيرة؟ بينما الشرطة كتكمل في التحقيق خرج صلاح بتصريح آخر وزاد الأمور تعقيد. قال المحققين باللي كاين مبلغ مالي قدره 34,000 جنيه مصري اختفى من الدار، وهاد الفلوس كانت من الميراث ديال الوالد ديالي. ولكن ملي بداو المحققين يفحصوا الأبواب النوافذ لقاو حاجة غريبة بزاف، ما كاين لا كسر
الكسر ولا اثار ديال الاقتحام. وهنا تطرح سؤال خطير: اذا كان فعلا كاين سرقه، كيفاش دخل السارق وخرج بلا ما يهرس الباب؟ واش هذا القاتل هذا معروف في العائله؟ واش دخل للدار بشكل عادي؟ اصلا قصه السرقه غير محاوله باش يغطي على الحقيقه. اسئله كثيره بدات كتطرح، ولكن الجواب الحقيقه كان باقي مخبي. من بعد ايام من البحث والتحقيق وصل اخر تقرير الطب الشرعي، والتفاصيل اللي جاوا فيها صدموا المحققين اللي تعودوا على القضايا الصعبه. اول جثه فحصوها هي الجثه ديال هبه، لقاوها بين السرير والمريه، وكان عليها اثار ديال الضرب في عينيها وفي عنقها، والعنق ديالها كان فيه اثار الخنق بشكل واضح. اما الخدوش والجروح اللي كانت في يديها وفي صدرها فكانوا دليل قوي انها حاولت تدافع على راسها وتقاوم القاتل بكل القوه اللي عندها. من بعد انتقلوا الاطباء الشرعيون لجثه البنت الكبيره جنة اللي كان في عمرها 12 عام. التقرير اكد انها ماتت نتيجه خنق بالشارجور ديال التليفون. اما البنت الثانيه حبيبه اللي في عمرها 10 سنين، القاتل استعمل المخده وخنقها وقطع على النفس ديالها حتى ماتت. التفاصيل كانت مؤلمه وصعيبه بزاف. الزوجه والبنات الصغار كل وحده فيهم ماتت بطريقه في شكل، وكل هذا الشيء هذا وقع لداخل في وسط الدار. لكن السؤال اللي كان محير الجميع هو: شكون دار هذه الجريمه وفين كان صالح فاش وقع هذا الشيء هذا؟ صلاح اكد للمحققين انه خرج من الدار قبل ساعات من الجريمه وخلى مراته وبناته في الدار ناعسين، وقال لهم باللي مشى يتفرج في المباراه ديال مصر وروسيا ديال كاس العالم 2018، وبقى تما حتى جاتو مكالمه من عند اختو هبه هي اللي خلاته يرجع كيجري للدار. القصه كانت باينه منطقيه في الاول، وخصوصا انه كان باين متاثر وحزين قدام الناس. وزيد على هذا الشيء هذا صلاح ما كانش اي شخص عادي، كان معروف عند الناس بانه ابن الفنان المصري الراحل مرسي ابو العباس، ولهذا السبب تقريبا ما كان حتى شي واحد كيشك فيه في البدايه ديال التحقيق. لكن رجال البحث كانوا كيعرفوا ان المظاهر ما كتقولش الحقيقه. وفي الوقيته ديال التحقيق مع صلاح لاحظ واحد الضابط حاجه صغيره ولكن كانت مهمه بزاف. كانوا كاينين خباشي واضحه في يد صلاح. الضابط سولو مباشره: هاد الخباشي هادو منين جاوك؟ صلاح جاوبه وقال له: كنت كنلعب مع بنتي قبل بايام وخبشاتني. لكن الجواب ما قنعش المحققين، لان هاد الخباشي هادو كانوا كيشبهوا اكثر الخباشي لشخص كيحاول يدافع على راسه. ومن هنا بدا الشك الحقيقي. البوليس قرروا انهم يديروا تحاليل دقيقه، وخصوصا الاثار اللي كانت تحت الاظافر ديال هبه. اذا كانت هبه قاومات القاتل فمن الممكن تكون خبشاته وخلات اجزاء صغيره من الجلد ديالو او الحمض ديالو النووي. صيفطوا العينات للمختبر وداز ايام من الانتظار والترقب. صلاح كان كيتصرف بشكل عادي، والناس كلها كانت كتظن انه راجل مظلوم وفقد الاسره ديالو كامله. لكن النتائج اللي غادي تخرج من المختبر كانت كافيه باش غتقلب القضيه كامله. والاخطر من هذا الشيء هذا انها غادي تكشف ان القاتل ما كانش شخص غريب على الدار، بل كان شخص اقرب للضحايا من اي انسان اخر. داز ايام والشرطه كتسنى نتائج التحاليل العلميه، وكل واحد عنده فرضيه مختلفه على اللي وقع داخل هذا الدار. كاين اللي قال يمكن شي سارق دخل للدار، وكاين اللي قال يمكن عندهم شي عدو قديم، وكاين اللي قال القضيه اكبر من هذا الشيء كامل. ولكن الحقيقه كانت مخبيه في نتائج المختبر. ملي خرج لاضيين كانت صدمه كبيره. الاثار اللي لقاو تحت الضفار ديال هبه طبقات بشكل كامل مع الحمض النووي ديال صلاح. وبمعنى اخر هبه فعلا كانت كتقاوم الشخص اللي هاجمها، واثناء المقاومه خبشاته وخلات الاثار واضحه من الجسم ديالو. هنا ولا صلاح المشابه الرئيسي. الشرطه واجهته بالنتائج، ولكن في الاول حاول ينكر اي علاقه له بالجريمه. بدا كيعطي تفسيرات مختلفه للخباشي اللي في يديه، ولكن الادله العلميه كانت اقوى من اي كلام. ومع استمرار التحقيق والضغط عليه بالاسئله والتفاصيل بدا التناقض كيبان في الاقوال ديالو. كل مره كيحكي قصه مختلفه. المحققين كانوا متاكدين ان الحقيقه قريبه تخرج. ومن بعد ساعات طويله من الاستجواب نهار صلاح واعترف بالاعتراف الصادم ما كان حتى واحد متوقع. قال المحققين انه هو اللي قتل مراته هبه، وهو اللي قتل بنته جنة وحبيبه. حتى رجال الامن اللي خدموا هذه القضيه هذه ما كانوش متوقعين ان الاب نفسه يكون هو الجاني. لكن السؤال اللي بقى مطروح بقوه هو علاش؟ شنو السبب اللي يخلي الاب يقتل الاسره ديالو كامله؟ هنا بدا صلاح كيحكي الجانب المظلم من حياته. قال انه كان خدام في البيع والشراء في السيارات، وزيد عليها انه كان كيتعامل في البورصه والاستثمارات لفتره طويله. كانت الامور مزيان وكان كيربح الفلوس بشكل كبير. الناس كاملين
كانوا كيشوفوه انسان ناجح وعنده مستقبل زوين، لكن مع الوقت بدا كيخسر المشاريع والصفقات المهمه، والديون بدات كتراكم عليه وحده مورا وحده. كل نهار كيفيق على مشكل جديد، وكل ما حاول يخرج من الازمه كل ما كتزيد تغرق، حتى ولا غارق بالكريدي وما بقاش لاقي الحل. حسب الاقوال ديالو دخل في حاله نفسيه صعيبه بزاف، وبدا كيحس بالياس والخوف من المستقبل، وكان مقتنع ان الايام الجايه غادي تكون صعيبه على العائله ديالو. وفي عوض ما يطلب المساعده او يلقى حل قانوني للمشاكل، بدا كيفكر بطريقه خطيره ومريضه. وصل لقناعه ان بناته ومرته غادي يعانيوا في المستقبل بسبب الكريدي والمشاكل الماليه، وفي عوض ما يحميهم قرر انه يصفيهم. القرار مرعب وغريب، ولكن هذا هو التبرير اللي عطاه المحققين. والاخطر من هذا الشيء هو الطريقه اللي نفذ بها المجرم الجريمه. اختار نهار المباراه مصر وروسيا في كاس العالم لان اغلب الناس كانوا مشغولين مع الماتش. دخل الدار ونفذ الجريمه، ومن بعد خرج بشكل عادي جدا ومشى جلس في القهوه يتبع الماتش بحال اللي ما واقع والو. وحتى اللي شافوه في القهوه ذاك النهار قالوا باللي كان جالس كيكمي عادي وكيتفرج في الماتش بحال اللي ما واقع حتى شي حاجه. بينما في ذاك الوقت كانت الاسره ديالو كلها ميته في قلب الدار. اعتراف صلاح صدم مصر كامله، ولكن مازال بقات المرحله الاخيره وهي المحاكمه والحكم اللي غادي يصدر عليه. من بعد الاعتراف الرسمي ديال صلاح ما بقات حتى شكوك عند المحققين. الادله العلميه والتقارير الطب الشرعي والاعترافات ديالو كاملين اكدوا انه هو المسؤول الوحيد على هذه الجريمه البشعه. اثناء التحقيقات والمحاكمه حاول صلاح يبرر الافعال ديالو بالازمه الماليه والديون اللي كان غارق فيها، وقال باللي كان خايف على المستقبل ديال عائلته، ولكن هاد التبريرات ما اقتنعتش بها المحكمه. وقررت المحكمه اصدار حكم الاعدام في حق صلاح بعد ادانته بقتل زوجته وبناته عمدا مع سبق الاصرار. وبهذا الحكم سالت وحده من ابشع القضايا الاسريه اللي هزت الراي العام. وفي ختام هذه القصه الصادمه كنلقاو راسنا قدام مفارقه غريبه بزاف، بينما الملايين كانوا متبعين مباريات كاس العالم وكيعيشوا الاجواء الفرحه والتشويق، كانت اسره كامله كتعيش اخر لحظاتها داخل دارها. كاس العالم ساله والمباريات ولات مجرد ذكريات، ولكن هذه الجريمه بقات محفوره في الذكر كل واحد سمع بها، لانها كتذكرنا ان بعض المآسي الحقيقيه كتوقع في الصمت وفي اوقات ما كيكون حتى واحد متوقعها. الى عجبتكم طريقه السرد واستفدتوا من تفاصيل هذه القضيه ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتشتركوا القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. كان معكم فؤاد السباعي، كنشكركم بزاف على المتابعه والثقه ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى اللقاء قريب قصه جديده وغامضه ان شاء الله.